ولقد عجبتكن العجب، عجبت لمعمر القذافي. أتدرون ماذا طلب من مصر في الأيام القلائل؟ طلب أن يشتري من مصر شيئا غريبا. لو أنه أراد أن يشتري الأهرام أو أراد أن يشتري الترام أو أراد أن يشتري بعض الأرض لكان ذلك معقولا. أما أنه قد طلب أن يشتري قبر الزعيم الراحل أستاذه في الظلم، أراد أن يشتري قبر جمال ب500 مليون دولار. قبر يباع للقذافي ب500 مليون دولار. ماذا ستصنع بالقبر؟ ماذا ستصنع بالقبر يا قذافي؟ قال سأضعه في أكبر الميادين في بني غازي واجعله مزارا يزار كما يزار قبر محمد. افكار ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. يا قذافي، ان كنت تريد ان تشتري قبرا فان الحبيب محمدا نهى عن نفس القبور ونهى عن نقل الميت، نهى عن نفس القبور ونهى عن نقل الاموات. واذا كنت تريد ان تجعل من قبر سيدك واستاذك في ظلم العباد، اذا اردت ان تجعل منه مزارا فغدا تموت يا قذافي. اجعل من قبرك انت، فان ظلمك ملأ الدنيا مشرقا ومغربا. وما ادراك انك بعد موتك ستأكلك الارض. ان التراب سيأبى ان يأكلك، سيأبى التراب ان يأكلك. سنقول لك بعد موتك يا قذافي لقد افترى جسمانه وتطهرا ورماه في دية المجاري منكرا. لا تحسبوا تحت التراب عظامه، ابت المقابر ان تكون له ترى. يا قذافي اتق الله، واذا كان معك اليوم مال فجد به على فقراء المسلمين، على فقراء المسلمين وعلى المساكين، وخذ من موت الظالم تيتو حبره.